السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشيف محمد أشرف. النهاردة نورتوني جدا جدا جدا، كل إنسانة وكل إنسان وكل راجل وكل ست وكل بنت وكل طفل. بأمانة ربنا يعني أنا أشيلكوا على راسي وأشيلكوا جوه قلبي وجوه عيوني. انتوا ناس محترمة وأنا بحب الناس المحترمين جدا جدا جدا، وأنا أشيلهم على راسي. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الفيزا يلا دي يا جماعة، حد كان سألنا عليها قبل كده ماشي، وانا اتكلمت الكلام ده في اللايف قبل امبارح، اول امبارح الكلام ده اتكلمت في الموضوع اللايف. قصة الفيزا يلا دي ينفع تطلبها عن طريق النت ماشي، عن طريق البريد المصري. تخش عن موضوع تقديم فيزا يلا ماشي، تخش على قسم التقديم، تكتب اسمك، تكتب عنوانك، تكتب رقم تليفونك، تكتب سنك ماشي وتكتب عنوان البيت وشقة رقم كام ماشي، وبس كده. ورقم تليفونك موبايل، ده اهم حاجة برضو ماشي، واسمك الثلاثي بس. بتاع ده هما تاني يوم الصبح هيكلموك ماشي، الصبحية ماشي، بعد ما يكلموك وكل حاجة هيجيبوا لك الفيزا يلا اللي ايه، الفيزا مرة واحدة هتدفع فيها 25 جنيه بس. هتدفع فيها 25 جنيه او 15 جنيه، في منها ب 15 ومنها ب 25 جنيه، وهتوصل لك لغاية باب البيت بس. دي اول حاجة. تاني حاجة ماشي، في فيديو تاني هعمله لكم ماشي، لو انتوا عايز تروحوا البريد بقى مفصول ماشي، بتعملوا ايه وبتتصرفوا ازاي، دي هكلمكم دي برضو في ايه، في قسم فيديو تاني ان شاء الله انزل لها. وانا كنت بتكلم برضو في الموضوع اللي ايه، هكلمكم برضو في موضوع الخضار والاسعار ان شاء الله انزل لها. ده اول حاجه. دوسوا الاكس بلو ولايك وكومنت عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.